السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وسؤال اتسأل لي: يا ابو هاجر، انا عاوز افضل تحضين احضن تحته حمام زينة او حمام غزار. فانا بالنسبة لي ومن وجهة نظري وفي ظل التجارب اللي جربتها على مدار هوايتي في الحمام، نمرة واحد في الحضان هو الحمام الزاجل. فقال لي: طب اختار الزاجل ازاي؟ اجيب زاجل مستوى قوي يعني؟ لا يا فندم، مش شرط تجيب زاجل مستوى قوي. اختيار حمام الحضان، تمام، نمرة واحد احنا عاوزين حمام حنين. نمرة اتنين عاوزين حمام يكون صدره عريض وشدقه واسع، تمام، يعني صحته كويسة، صدره عريض، يكون حجمه كويس في الزاجل. انا ماليش علاقة بزاجل السباقات، انا بتكلم حمام ايه؟ التحضين اللي هتحط تحتيه حصويتين، هياخدهم في حجره عشان هو حنين، هيطلع تحتيه الزغلولين، هيمسكهم وينفخهم اكل، يطلعهم لك مصححين. يعني بالنسبه لي حمام التحضين هو ما هو الا اداه ان هو يقدر يقوم زغلولين محترمين، تمام كده، فيهمك قوي الصدر بتاعه. انا بقى واحد من الناس بحب اخلي الحضان بتاعي بدبل الاتحاد، تمام كده، ويكون صدره عريض. انا كده دي هوايتي، تمام. طيب تاني شيء، اللون بيفرق يا ابو هاجر؟ يا فندم اي لون. وقلنا حمام الحضان طالما حنين وصدره واسع وزقيق ينفع تاكل من زغاليله. يعني اصلا معاييرك برضه في اختيار الزاجل للاكل، لو انت عاوز تاكل منه هاته صدره واسع، تمام، يعني صدره عريض وشدقه واسع، تمام، وافرخ منه احلى زغلولين قد البلد مرتين والله العظيم. وده التحضير.